ما يحدث الآن لرجال القوات المسلحة المصرية في السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوهات وصور كتير جدا انتشرت لمجموعة من رجال الجيش المصري بالسودان. بعض الصفحات دي كتبت عناوين: تم أسر قوات التدخل السريع السودانية تأسر رجال الجيش المصري، تم أسر مجموعة من رجال الجيش المصري، تم أخذ وسحب سلاح من رجال الجيش المصري. يعني صور وفيديوهات مستفزة جدا جدا من بعض الصفحات اللي كل همها الفتنة وبس. هقول لكم ايه الوضع هناك، وهقول لكم وضع رجالنا من القوات المسلحة من الجيش المصري في السودان وايه وضعهم بالضبط، وهقول لكم اللي حصل وبيحصل. الجيش حميدتي اللي هو طبعا الحمد لله رجع تاني. طبعا اللي حصل ان هناك ان المفروض جيش حميدتي اللي هو اساسا ماسك السودان من بعد الاحداث اللي حصلت دي والمشاكل اللي حاصله في السودان. تمام، يا رب في الايام المفترجه دي يصلح حالنا جميعا، وربنا ان شاء الله ييسر الحال بينهم هناك. ولكن في انقسامات وفي ميليشيات وفي جماعات مسلحه وفي كتير جدا زي ما تقول. تمام، ولكن يا حضرات اللي حصل في الجيش هناك حصل انقسام. قوات التدخل السريع دي مجموعة طبعا رئيسها اللي هو الجنجويل او ايا كان اسمه عايز يمسك السودان. عمل ايه بقى؟ انقسم. البث شغال يا حضرات. انقسم عن الجيش السوداني. انقسموا في انقسامه هناك، حط ايده على اكتر من مكان، منهم الحدود اماكن ما بين مصر والسودان. انا مش عارف حد البث شغال، يعني اللي شغال عنده البث يقول لي، لاني وقف عند رقم معين في مشكلة تقريبا في البث. شغال البث؟ طيب، المهم يا حضرات حصل انقسام. طبعا قوات التدخل السريع دي تفاجئنا طبعا ان هي عايزة ايه، خلاص وانقسمت عن الجيش هناك في السودان وعايزة تحط ايدها على البلد وعايزة تحكم البلد. فحطت ايدها على اكتر من مكان، منهم اماكن حدودية ما بين مصر والسودان زي قاعدة مروي. تمام، القاعدة دي فيها جنودنا المصريين هناك تدريبات مشتركة لا اكتر. تمام، خلاص كده الجنود المصرية شافوا قوات التدخل السريع حكومة سودانية داخلة عليهم مشاكل ليس يعني ملناش فيها لا ناقة ولا جمل. خلاص ده شأن داخلي سوداني، ربنا يصلح الحال. اولا انا بقول اهو يا رب يصلح الحال، وان شاء الله السودان تبقى احسن دولة. لو دولة تانية او اي دولة تانية هي اللي مهاجمة السودان، نعيب اهلنا وناسنا الجيش المصري وابطالنا لو ما تكلموش هناك، لو ما تحركوش وخدوا اي خطوة ضد الناس اللي هتعتدي على الجيش السوداني، لان احنا كنا وما زلنا شعب وجيش ووطن واحد وارض واحدة. المهم الجيش المصري رجالنا ما لهمش لا ناقة ولا جمل، خلاص ناس داخلة علي انا هشتبك معاها، كل واحد احتجزوهم هناك. ولكن نرفض المنظر والمشهد اللي تم تصديره للعالم كله، كأنه تم أسر جنود القوات المسلحة المصرية. خلوا بعض الصفحات والناس اسمهم محتجزين، ناس قاعدة لحد ما ترجع. والله ما رجعتش يبقى اللي ما رجعهمش هو اللي عايز الغلط. بس انا ما اتمناش طبعا اي مشاكل ولا اي حاجة تحصل في السودان، ده اولا. ولكن رجال القوات المسلحة المصرية مسؤولة الحكومة السودانية هناك، بس مسؤولة الحكومة السودانية والجيش السوداني، حمايتهم مسؤولية الجيش السوداني في السودان لا أكتر ولا أقل. لكن الصفحات اللي بتنشر ويقول لك تم أسر رجال الجيش المصري، السلاح اتخذ منهم، يعني حتى في موقف بطولي لضابط للقائد بتاعهم هناك مع مجموعة عساكر،
فاللي هو اللي تبع الميليشيات ده بيتكلم مع الجنود، قال له مالكش دعوة بيهم، أنا القائد هنا وأنا اللي مسؤول عنهم، كلمني أنا وأي حاجة أنت عايزها أنا معاك فيها. موقف بطولي بصراحة يشكر عليه، تصدر للمشهد هو القائد اللي هو قائد الكتيبة. ولكن قلتها في بداية البث المباشر، حماية وحفظ جنود القوات المسلحة المصرية مسؤولية الجيش السوداني بس، مش هنكتر. اللي بيحصل في السودان شأن داخلي، لا لنا ولا غيري ولا أي حد له إنه يتدخل فيه، غير إن إحنا نقول يا رب اصلح الحال. ما نتمناش أي شر ولا أي حاجة تحصل لأهلنا وإخواتنا في السودان، بلدنا وجيشنا وحبايبنا وأرضنا وعلى راسنا من فوق، وندعي لهم ربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب. ولكن إنه قوات التدخل السريع الميليشيات اللي صدرت مشهد على إن تم أسر مجموعة من رجال القوات المسلحة المصرية، ده ما ينفعش. وحماية رجال القوات المسلحة المصرية والحفاظ عليهم ومسؤولية ردهم سالمين غانمين لأرض وطنهم، المسؤولية كاملة يتحملها الجيش السوداني، تمام، ورئيس الجيش السوداني بس، لا أكتر ولا أقل. فاللي بيحصل في السودان هناك شأن داخلي. عمالين نسمع أخبار تلو أخبار تلو أخبار، يقول لك حطوا إيدهم مش عارف على المكان الفلاني، مسكوا المكان العلاني، ملناش فيه. أيا كان الأخبار دي صحيحة أو غير صحيحة، إحنا شفنا صور وفيديوهات لرجال القوات المسلحة المصرية مكتوب عليها تم أسر ومش تم أسر. بعض الصفحات دي عايزة فتنة، إحنا عارفين. ولكن الحفاظ عليهم وحمايتهم، تمام، مسؤولية الجيش السوداني هناك لا أكتر ولا أقل. وربنا يحفظ بلادنا جميعا. كل عام وحضراتكم بخير، وإن شاء الله رجال القوات المسلحة المصرية في أقرب وقت ممكن، رجال القوات المسلحة المصرية المحتجزين واللي حجزينهم الميليشيات هناك راجعين في أقرب وقت ممكن، تمام، عاجلا ليس آجلا، وحمايتهم والحفاظ عليهم مسؤولية الجيش السوداني لا أكتر ولا أقل. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.